طبعا نتيجة خلاف مع طليقها، امرأة شمرت أطفالها الاثنين من أعلى جسر الأئمة اللي صار بالكاظمية. الشرطة اعتقلتها وشالت الطفلين، لكن للأسف بعد ما لقوا حتفهم. الطفل الأول من مواليد 2017 والطفلة الثانية من مواليد 2018. المشاكل بعد ما صارت ويا طليقها حسب ما ذكرت، لكن ما شفنا أي تصريح لحد الآن من عدها أو لازميها، لكن نقول إنه الله وإنا إليه راجعون. وين وصل الحال بينا؟ امرأة توصل يعني بعد ما فشلت حياتك الزوجية، والفشل الثاني انه انتم خلفتوا طفلين بعلاقة زواج تعبانة وطلقتوا وانفصلتوا، ما تقدرين تتحملين. شنو الامور او شنو الضغط اللي وصلك لهاي الحالة؟ ما نعرف. طبعا خبرنا الثاني عكس الاول كره ومشاكل، الثاني حب ووفاء بين اثنين. هو حادث مؤلم صباح اليوم، توفت سيدة بعد ساعات من انه سمعت خبر وفاة زوجها بحادث سير عن طريق سروان في محافظة اربيل. دهورت حالتها الصحية من سمعت الخبر والتحقت بزوجها الى دار الحق، رحمها الله والله يرحم كل ميت. هذا الحب. على خلفية الأحداث اللي تصير حاليا في بغداد، بعض الناس اللي حرقوا مقر الحزب الكردستاني على بسبب انه التصريحات اللي ضد احد الفصائل المسلحة بالعراق. طلع مقطع فيديو لأحد الجنود بالجيش او بالشرطة العفو، وهو يعاتب احد الناس يقول له راحت هيبة الدولة او شوهت سمعة العراق. حقيقة مقطع يقشعر له الابدان ويقهر شكو عراقي. خلينا نشوفه وياكم. ولكن حج السمعة خلي يحترموه، ولكن انتم للدولة والله حرام تسووا لي حشد. احنا جمهور حشد، احنا مو حشد، جمهور حشد. اجينا نهاية الفيديو، اشكركم على المتابعة، ربي يحفظكم يا اجمل المتابعين يا احلى مميزين. اذا اول مرة تشوفنا تشتركوا القناة وتفعل جرس التنبيهات وتخلي اشعارات على الكل. ايضا اصحاب القنوات الضعيفة اللي محتاجين دعم مجاني وما يلقون، ما عليك انه تشوف رابط الفيديو المثبت بالتعليقات وتدخل عليه وتكتب بالتعليقات تم، وانتظر الدعم يجيك. نشوفكم حلقة ثانية، مع السلامة.